ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ اخباركم ايه في الجو اللي احنا فيه ده؟ بما ان الجو وحش قوي قلت اقوم اعمل كده حبه لانكشار. انتوا عارفيني انا بحب اقوم اعمل كل حاجه، ولله الحمد يا رب. تعالوا نعمل حبه لانكشار كده وانتي واقفه كده بتغسلي المواعين. هتطلعي بالطبق القمر التحفه اللي قدامكم ده. قبل اي حاجه نصلي على الرسول ونقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، ونقول بسم الله. وتعالوا نشوف الجمال ده عملناه ازاي. انا جبت معايا، بصوا يا جماعه، كوبايه. جبت معايا كوبايه من السكر، سكر البودر لازم تبقي ضرباه عشان ما يبقاش حصى معاكي كده. ونزلت عليه كوبايه من الزبده، كوبايه من الزبده وقطعه كمان. يعني كوبايه سكر بودر وقطعه من الزبده، وعليها كوبايه كمان بدرجه حراره الغرفه. ونزلت عليها بعد ما ضربت السكر مع الزبده، نزلت عليها ببيضتين وفانيليا. يبقى نزلت بالبيضتين والفانيليا، وقبليها كان كوبايه السكر مع الزبده ضربتهم كويس جدا. وبعد كده رحت نازله عليهم بالبيضتين وعليهم الفانيليا وضربتهم حلو لحد ما بقوا زي قوام الكريم جانتيه. وهنزل معايا دلوقتي بتلات كوبايات ونص من الدقيق. حسب الدقيق انا هاخد معايا، ومفروض المعيار 3 ونص. انا هاخد معايا 4 كوبايات. اخد 4 كوبايات ومعلقتين بالظبط، كل واحده فينا حسب الدقيق. بقى عجنتها وبقت بالجمال والقمر اللي قدامكم ده. حطيتها في التلاجة شويه عشان طبعا الجو صعب قوي، فالحاجه عشان تطلع معاكي مظبوطه حطيها في التلاجة لمده ربع ساعه عشان تعرفي بس تشكليها مش اكتر. بعد كده حطيتها وطلعتها، وبقيت بقى امسكها تخلي القطعه زي النن كده بالظبط. شفت النن حته صغيره كده، صغير، لان هو طبعا بينفش معانا وكمان لسه هنلزقه. فالانكشار بيتلزق مش زي البدفور اللي انت هتسيبيه. يبقى انت كل ما تصغريها كل ما تبقى احلى، لان احنا لسه ايه يعني، كل ما تصغريها كل ما تبقى احلى. انا خلصت خلاص الكميه بتاعتي اهي، بقت زي الفل وجميله. هحطها برده في التلاجة 15 دقايق عشان درجه الحراره. بس لازم تحطوها عشان الجو اللي احنا فيه، لو كنا في الشتاء مش هنحطها. دخلتها لمده 5 دقايق التلاجة او ربع ساعه بالكتير. وبعد كده دخلتها على درجه حراره في البوتاجاز على 175 او 170. دخلتها على درجة حرارة على 175 أو 180 على البوتاجاز. طبعا اوريدي احنا قايدينه. بصوا بقى، طلعتها وقمت بقى ملزقاهم. عندي شوكولاتة مربى اللي انت عايزاه. بس المربى بعد فترة بتضطر معاكي الانكشار أو البدفور، فدي خديها قاعدة معاكي إن المربى بتضطر الحاجة، أما الشوكولاتة لأ. فأنا صراحة كان عندي مربى بس ما عملتهاش، وكان عندي شوكولات فعملتها بالشوكولاتة السايحة. حطيت حتة وقمت ملزقة. عندك فورماسيه، عندك مكسرات بقى مطحونة، عندك جوز هند. بعد ما تعمليها بقى بتلزقيها بالشوكليت، هتقومي جايه بقى ايه، حته شوكولاته كده على الحرف، وتقومي حاطه عليها بقى الجوز الهند، المكسرات، الحاجه اللي انت عايزاها. المهم اعملي اللي يريحك واعملي اللي انت حباه انت وعيالك. ما تستنيش حاجه، انا دي مجرد افكار انا بقولها لك، وانت اكيد افكارك احسن مني. ده كان الفيديو بقى بتاع النهارده، فيديو اللانكشاير. طلع معايا دايب، بيدوب كده، بيدوب والله جدا في البق. ومن حلاوته هتقومي تعملوه حالا يعني بالكتير نص ساعة يبقى عندك أحلى لانكشاير. لو الفيديو بتاعي بقى عجبك ما تنسينيش في اللايك، ما تنسينيش في تعليق كده حلو منك. واشوفك في فيديو جديد من نوعات سالي صلاح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.